واللحظة نتلو عليكم مشاهدينا الكرام نص البلاغ الصادر عن ولاية أمن العيون بخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة العيون ليلة البارحة، حيث وبتاريخ الفاتح من يوليوز الجاري حوالي الساعة 3 صباحا سجل حي الفتح وشارع الطنطان بهذه المدينة أعمال شغب قام بها مجموعة من المشاغبين جلهم من القاصرين، نتج عنها إلحاق خسائر مادية مهمة ب16 سيارة في ملكية الخواص، بالإضافة إلى 5 سيارات تابعة للقوات العمومية. كما سجلت إصابة 3 عناصر من الشرطة بإصابات متفاوتة الخطورة. البحث جاري من قبل مصالح الشرطة القضائية، يضيف البلاغ تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل إيقاف المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية وتقديمهم للعدالة.